هل انا كلمت ناس من المعارضه عشان يجوا يشاركوا معانا في المسؤوليه الكبيره الصعبه، التحدي الهائل دوت؟ كلمت. انا دي مثالين. المثال الاولاني من احد الاقتصاديين، وقلت له تعالى شارك معانا في منصب معين. الراجل راح، وبعد كده رجع بعديها تاني يوم قال لي انا اسف، الرئيس بتاعي بيقول لك ما نشاركش في الحكومه ديت. ممكن تقول الاسم ولا مش عايز؟ لا انا هقول ده اسم تاني، الشخص التاني هو انت. الله. المقالب اللي على الهواء. لا بس مش معارضه. لا مش معارضه، مش معارضه ولا حكومه، صحيح. لكن من الناس اللي هي بتعطي نصائح قيمه جدا، نصائح قيمه جدا، بس من الناس اللي هي قررت ان هي تعطي نصائح وما تنزلش في الملعب، حتى كلمه ملعب غير ملائمه للمعترك اللي احنا فيه، وتجتهد وتشوف هل تستطيع ان هي تنفذ هذه النصائح ولا يعني لن تستطيع، وبالتالي تيجي تعطي اعذار للناس اللي هي شغاله، وتيجي تشوف ايه اللي ممكن تعمله وتطلب مساعده الاخرين وتكامل الجهود. فانت واحد من الناس اللي انا طلبتك في كذا منصب، يعني سواء منصب وزاري او واخترت انك انت انا يعني معلش انا اسف يعني، بس حضرتك اخترت انك انت انا مش جاهز عشان اكون يعني انا مش جاهز لمنصب وزاري دلوقتي ولا تنفيذي بالمعنى العام. كويس، لكن يعني انا كنت شايف ان انك انت واحد من الناس اللي هم ليهم افكار جيده، فكنت شايف هذه الافكار الجيده ان الاوان انك انت تيجي تساعدنا في تطبيقها، لكن اخترت كما زي ناس كتير قالوا لا انا هفضل مستني لما الامور تهدى. طب مين هيهدي؟